الشكوى. اللي بيشتكي دايما مركز على الوحش اللي جواه وجوه الآخرين، وبيكون عندك عدم الرضا اللي بيخليك دايما مركز على اللي ناقصك في حياتك، وده بيخليك لا انت عارف تكون راضي عن نفسك ولا راضي على الآخرين، ودايما هيكون في حالة سخط ورفض واشمئزاز وإحباط ونفور كبير. وفي لحظة هتلاقي انك اخدت قرار انك احبطت خلاص وزهقت ومش قادر تكمل، ويبقى عندك مشاعر انطفاء، لا عندك امل في اي حاجة ولا عندك قيمة او هدف عايش ليهم. كل المشاعر دي بتكون متخزنة في الجسم بدون وعي منك، لمجرد بس أفكار ومعتقدات مغلوطة ومورثات اكتسبتها بدون وعي منك من اللي حواليك. لو تأملت للخالق الله ميزنا عن جميع المخلوقات بالعقل، هتلاقي ان في ايدك انت تساعد نفسك بانك تتحرر من حالة الشكوى وعدم الرضا والرفض والقمع اللي عايش فيهم. بس ده هيحتاج منك انك تستعين بالله وتنوي التغيير وتفريغ كل المشاعر المتخزنة اللي أدت إلى الصدمات دي. واحنا في مدرسة الجراحة النفسية عندنا كل الأدوات والتقنيات اللي نقدر بيها نساعدك على تحرير المشاعر والصدمات.